حبايبي اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. من اجمل الايام يا حبايبي وهي ايام مولد النبوي الشريف. احنا بجد يا حبايبي عايزين نكسر من الصلاه على الحبيب. بجد في التعليقات يا حبايبي املوا الدنيا. الصلاه على الحبيب مسك وطيب، الصلاه على الحبيب شمس لا تغيب، الصلاه على الحبيب شفاء بلا طبيب. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. وهنبتدي النهارده في اول وصفاتنا يا حبايبي، وهي وصفتي. هتعملي ايه النهارده بكيلو السكر ده يا شيف منى؟ هعمل النهارده مجموعه حلويات مولد النبي حلوه جدا جدا جدا. بدل ما تشتريها بمبلغ وقدره، سهله جدا تعمليها لاولادك. مش هتاخد في ايدك ساعه، بالكتير ساعتين يا ستي، وهتعملي اجمل تشكيله حلويات لاولادك. من الفوليه للسمسميه للقشطه لكل حاجه حلوه هنعملها مع بعض. خليكي تابعي الحلقه معايا وتابعي الوصفه. وبكيلو سكر واحد هتوفري اكتر من 300 جنيه. خليكي معايا. وفي وصفتي وفي مقاديري مش محتاجه غير 3 كوبايات. ايه هما بقى ال3 كوبايات؟ اول كوبايه معايا كوبايه كبيره من الفول السوداني، وكوبايه كبيره من الحمص، وكوبايه كبيره من السمسم. مش محتاجه منك اكتر من كده. وهعمل لك شويه وتشكيله حلويات بجد روعه. وافضي كده يا حبايبي الفول كده في صينيه، هدخله الفرن لمده بس 3 دقايق، بس اطلع الرطوبه اللي فيه مش اكتر من كده. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا جبت طاسه على النار يا حبايبي، هضيف فيها كوبايه من السكر بالشكل ده. حلو قوي. انا ضفت كوبايه ميه، وهضيف الكوبايه التانية كمان بنفس الكوبايه بتاعت السكر بالشكل ده. هضيف معلقه من عسل الجلوكوز بالشكل ده، ورشه من ملح الليمون بالشكل ده. مفيش ممكن نص ليمونه تبقى حلوه قوي تقد الغرض يعني. ورشه من الفانيليا بالشكل ده. هسيبه لمده 5 دقايق كده. حلو قوي يا حبايبي. ده القوام بالظبط المناسب للوصفه بتاعتنا. حلو قوي كده. هبتدي على طول اضيف الفول. بسم الله. حلو جدا. واقلب كده. الريحه بجد ولا احلى ولا اجمل من كده. لمده ثواني بس بالشكل ده يا حبايبي. انا عايزاه في العسل يبقى لامع وحلو كده، واحلى من بنشتريه من بره. التركه دي هتفرق جدا في طعم الفوليه، بتديها طعم حلو قوي. ولمعه دايما بعملها كده بتبقى حلوه قوي بجد، احلى من تشتريها من بره بكتير. بتبقى كده ناعمه وطريه في البق، بتبقى حلوه وفي نفس الوقت مقرمشه. شايفين؟ انا خليتها 3 ثواني كده على النار. شايفين كده؟ حلوه جدا. خلاص حلوه جدا كده. حلو قوي. شايفين القوام تقل معايا؟ شايفين الفوله بتلمع وحلوه ازاي؟ حلوه قوي. بقى بالشكل والجمال ده. حلو قوي كده. حلو قوي. انا جبت صاج كبير يا حبايبي، دهنته بشويه زيت وحطيت عليه اكياس بلاستيك بالشكل ده. حلو قوي. ودهنته شويه زيت. هبتدي على طول افضي الفوليه بتاعتي كده، عشان لو بردت معاكي. انا استنيتها لما هديت كده 3 ثواني عشان بالشكل ده يا حبايبي. تفردي بيها براحتك كده. حلو قوي كده يا حبايبي. انا دهنت هنا السكينه زيت عشان اعرف اقطعها قبل ما تنشف الشكل اللي انت عايزاه طبعا. كده خلصت. حلو قوي كده. هسيبه يبرد تماما لمده 3 4 ساعات. ممكن تعمليه من بالليل زي كده، وتاني يوم هيبقى حلو جدا. في نفس الصينيه اللي حطيت فيها الفول، في نفس الصينيه اللي هحط فيها السمسم، هدخله الفرن عشان الرطوبه بس لمده 3 ثواني. نفس الطاسه يا حبايبي هضيف هنا كوبايه السكر التانية. هضيف هنا كوبايه من الميه بالشكل ده. بس كده حلوه جدا. وهضيف رشه بسيطه من ملح الليمون بالشكل ده. حلو قوي كده. بالشكل ده يا حبايبي
هبتدي هنا عندي معلقه جيلاتين دوبتها بربع كوبايه ميه بالشكل ده. هضيف كده على القوام بسرعه، وهبتدي اضيف السمسم معايا بالشكل ده، وهقلب بسرعه بالشكل ده. حلو قوي كده. ورشه من الفانيليا بالشكل ده، حلو جدا كده. حلو قوي كده. هطفي النار. حلو قوي كده. كده خلاص يا حبايبي خلصت معايا. شايفين القوام؟ حلو قوي. شايفين كده؟ حلوه جدا. هبتدي على طول افضيها في الصاج بتاعنا بالشكل والجمال ده يا حبايبي. هبتدي اقطعها بالشكل ده، الشكل اللي انت حباه، بس لازم تقطعيها هي سخنه عشان بعد كده هتبقى صعبه جدا عليكي. بالشكل ده. لازم السكينه تكون مدهونه زيت عشان تعرف تقطع معاكي بالشكل ده. بالشكل ده يا حبايبي قطعتها وبقت ولا احلى ولا اروع من كده. هنبتدي على طول نعمل الحمصيه مع بعض. في نفس الصينيه هضيف الحمص كده وادخله الفرن. اي رطوبه فيه خرجها لمده ثواني. وفي نفس الطاسه يا حبايبي هجيب كوبايه السكر الثالثه بالشكل ده، واضيف عليها كوبايه ميه بالشكل ده، كوبايه ميه واحده بالشكل ده. هلفها بالشكل ده. حلو قوي. ورشه من الفانيليا حلوه جدا، ورشه من ملح الليمون حلو جدا. حلو قوي كده. بالشكل ده يا حبايبي هسيبه يتكرمل كده يبقى حلو. انا حطيت له نص معلقه من عسل الجلوكوز بالشكل ده. حلو جدا. هسيبه يتكرمل بالشكل ده يا حبايبي. يتكرمل حلو قوي. هبتدي اضيف الحمص بالشكل ده واقلبه كده بالشكل والجمال ده يا حبايبي. انا كده طفيت النار عليها. حلوه جدا كده بالشكل ده يا حبايبي. الحمصيه اهي سبتها عشان تهدى تبرد براحتها. ودي السمسميه. شايفين الجمال؟ بس انا مستنياها برضو تبرد وتاخد راحتها. نفس الكلام الفوليه، ولا اروع ولا احلى من كده. يعني مجرد كده ما كملتش بالظبط نص ساعه كانت هديت خالص. كمان هديها ساعه او اتنين وهوريها لكم. هوريكم الشكل النهائي. وده الشكل النهائي يا حبايبنا. ده حلاوه المولد معانا، ولا اجمل ولا احلى من كده. شايفين يا حبايبي؟ شايفين السمسميه؟ حلوه جدا. شايفين؟ ولا اروع ولا احلى من كده. تدوب كده حاجه حلوه قوي في البق. وهنا بصوا شايفين؟ شايفين الجمال بجد؟ حمصيه ولا اجمل ولا احلى من كده. حاجه حلوه قوي. ولا الفوليه مش عايزه اتكلم. حاجه حلوه جدا. هتعمليها ب3 كوبايات. عملت كل التشكيله الحلوه الجميله دي. لو انت هتشتريها من بره هتشتريها بمبلغ وقدره. مفيش اسهل ولا انضف من حاجه البيت بجد يا جماعه. وحاجه حلوه واقتصاديه. عايزاكم بقى في التعليقات الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اشوفكم في وصفات اجمل واحلى. باي باي.